تعالوا نعمل مع بعض رسمة العين دي هنا، وارد على الكومنت ده اللي مكتوب لي بنت بتقول لي ميك اب ارتست ازاي بتستخدمي مايت سينما. ليتس جو. طيب اوكي، هستخدم اول حاجة سوب شي جلام، وهقول لك بقى انا بقى هي مايت سينما براند وحشة؟ ماركة رديئة؟ نيفر خالص. مايت سينما دي اولا هي براند مصرية 100%. دي حاجة. الحاجة التانية، احنا مسميينها او يعتبر اغلب الناس خلاص سمتها هي شي جلام الغلابه. حرفيا اي برودكت بينزل من شي جلام او من براند عالميه مايت سينما قلدته. متطوره جدا وبتعمل برودكت كتير في اشكال مختلفه عشان نقدر نستخدمها بدايل لحاجات كتيره غاليه اوفر على الفاضي. طب ما احنا نقدر نعملها بس ببرودكت مصري، ولا هي عشان مصريه؟ انا بس انتي مش مديها حقها ليه تعجبتي قوي ان انا بستخدم مايت سينما في البرودكت بتاعتي او في شغلي؟ مايت سينما دي اتعمل منها كل حاجه، الفاونديشن وكريم الاساس والشادوز وكل الكلام ده كله. دلوقتي احنا بقينا بنستخدمها في روتين ميك اب، ما بالك بقى في الارتست؟ طبعا انا كارتست لازم يكون عندي ده ولازم يكون عندي ده في شغلي، لان انا مثلا استحاله هيبقى واحده طالبه مني شغل بمثلا وليكن نقول 1000، مش زي واحدة طالبة مني ب500، مش زي واحدة طالبة مني ب3000 أو 5000. الحاجات دي البادجت هنا مختلفة، فلازم يكون عندي كل أنواع الميك اب. مش معنى كده إن أنا يكون عندي حاجة رديئة خالص، وأنا قلت مايت سينما مش براند رديئة أصلا خالص. دي بقت كل البنات دلوقتي بقت بتستخدمها، وبتتكلم عن الجمال بتاعها، وان هي نفس النتيجة. يعتبر الريزالت اللي هنا هي الريزالت اللي هنا، ما اختلفناش كتير، بس احنا بنحب نجري ورا اي حاجة بشعرها اصفر. نيجي بقى للنقطة التانية، وهي نقطة المقاطعة، اللي هي احنا قاطعين براندات كتير في الميك اب، براندات عالمية، ويعني بدون بقى ذكر اسماء كتير، حاجات كتير. في ظل ده عندنا براند مصرية معمولة 100% مصرية، بتعمل نفس الحاجات دي وبتدي نفس الافكت ده. طب واي نوت؟ طب ما نستخدمها. وعلى فكرة، براند برضو مايت سينما اللي انت بتتكلمي عليها كده، او لو انت سفهتي منها، فاونديشن مايت سينما الاوريجينال ب 850. اعلى فاونديشن في مايت سينما اللي هو الاوريجينال، لان برضو كل حاجه في منها الكوبي وفي منها الاوريجينال. دي برضو في منها انواع، في منها حاجات تحت السلم وفي منها حاجات محترمه فعلا تحترم. بس دي انا بقولك في فاونديشن، الفاونديشن الكويس بتاعها من اول 400 350 كمان. ما دي حاجات كويسه. احنا مش مثلا لازم نحترم البادجت بتاعت الناس، مش كل الناس معاها تكلفه للحاجات دي. فمايت سينما بجد عوضت الحاجات دي، اللي هو لا، انت تقدري تحصلي على نتيجه كويسه طالما انت مثلا خلاص مثلا في حدود امكانياتك، او الكلام ده كله كاستخدام يومي ليكي، او حاجه عايزه انت مثلا مش عايزه تتعاملي مع ميك اب ارتست مثلا، فيكون عندك الحاجه ان انت تقدري تطلعي بشكل حلو والكلام ده كله، من غير بقى لا يغير ولا الكلام ده كله. انا مفيش حد اشتكالي قبل كده من فاونديشن غير او اتمسح او ساح او مش عارف ايه الكلام ده كله. انا في كلاينت اتعاملت معاها قبل كده، كانت شايفه براندات كتير هي مش عارفاها. هي بصوا، هي من الناس اللي هي بشرتها حساسه جدا، اتعقدت بسبب ان هي اتعاملت قبل كده، يعني استخدمت فاونديشن قبل كده عمل لها حساسيه حبوب، يعني المهم ان هو قلب لها وشها خالص، اتدمرت. فجت بعد كده استخدمت، قالت لي بصي انا مش عارفه حاجه. قلت لها دي براندات، انا معايا ميك اب براندات. راحت قالت لي بصي انا بشرتي حساسه وما بتستحملش اي حاجه واي حاجه، بعدين لما مجرد ما هشيل الفاونديشن ده هلاقي وشي احمر وحساسيه وحبوب ومش عارف كل الكلام ده. فقالت لي بصي لو تستخدمي لي بيبي كريم فاونديشن مايت سينما يبقى كويس قوي، وعندها حساسيه والكلام ده كله. قالت لي بصي لان هو مايت سينما زي ما قلت لك اغلى فاونديشن فيها ب 850 اللي هو الفول كفرج، في منها الفاونديشنات اللي هي ب 400 و350 كمان، بس اللي هي الطبقات الخفيفه اللي هي تحسيها من لايت لميديوم. فقالت لي انا عايزاكي تستخدمي لي ده. هي بشرتها حاسه ما تستحملش ده، حاجه خفيفه جدا. فزي ما في الخفيف وفي التقيل برضو، زي ما في الغالي في الرخيص. بس انا ما كنتش بستخدم براند رديئه قوي عشان التعجبات دي كلها اللي انت عاملاها. بالعكس، براند مايت سينما دي تحفه جدا. وكل الناس اللي شافت الفيديو ده دلوقتي تكتب في الكومنت لو حد يعني شاف حاجه سيئه من مايت سينما في اي برودكت هو استخدمه فيها، يكتب تحت ويرد عليا في كومنت عادي جدا، مفيش مشكله. وكل الناس اللي هي اتعاملت مع مايت سينما وشافت البرودكت بتاعتها وكان مفيش اي حاجه خالص، وادتها البيجمنت اللي هي عايزاها او النتيجه اللي هي عايزاها،
تكتب برضو عشان نبقى يعني هي تتعلم وتستفيد. يمكن هي استخدمت حاجة سيئة فبتقول لنا يعني عليها، او شافت حد استخدم حاجة ف عندها يعني اتعقدت من الموضوع او من برودكت نفسه مواد سينما. لكن بالعكس خالص، مش كده. خدتوني في دوكا ونسيت اقول لكم رسمه العين دي اسمها ايه. اوكي، رسمه العين دي اسمها سبوت لايت. سبوت لايت هي ان انا بسلط الضوء على منطقه معينه في العين. يعني بصوا، خدتولي بالكم. اوكي، هجيب فرشه فلافي بقى واعمل تمويه للون ده كده من فوق اهو بالشكل ده كده. نفس الكلام هنا كده برضو. كده هجيب لون الجليتر كده واعمل بقى السبوت بتاعي زي ما قلت لكم هنا كده في النص اهو. سلطت الضوء في منطقة معينة في العين، بصوا كده، على اتقل من تحت وطالع على خفيف شوية من فوق. اوكي، هركب النص رمش ده اوت اوف كاميرا وارجع لكم. لو عايزين طريقة تركيب الرموش هسيبها لكم تحت في الديسكريبشن بوكس. اوكي، هستخدم ماسكارة ايسنس الزرقاء عشان بقى لو في اي فول اوت مكان الباودر او الكونسيلر تروح فورا. اوكي، هستخدم الايلاينر بتاعي من NYX وابدا ارسم وينج بقى كده. طبعا كحل اسود، والكحل الاسود بتاعي من سيبال. من سيبال، بس دي الماسكارا هي اللي سيبال 3D. اوكي، عشان لا اله الا الله تسالني على الكحل بتاعي في الجامعه. انا ممكن الاقي بنت في الحمام كده تقولي هو انا بحسها هتقول حاجه، الكحل بتاعك نوع ايه؟ سيبال 3D. نفس الجليتر اللي حطيته في النص هحطه برضو هنا كده في نص العين عشان السبوت. متنسوش اهم حاجه دي اسمها سبوت لايت. هستخدم لابستيك من ميبلين 204 وهحدد شفايفي بيه. مش عايزه احطه اللون الاساسي بس هحدد شفايفي الاول وبعد كده نشوف. الشيد دي هي موجوده عندي بقالها كتير، حتى مش لاقيه لها رقم ولا شايفه لها اي حاجه. اوكي، هحط منها جوه كده حاجه بسيطه. and this is my final look. لله هغير لكم الزعبوط ده واشوف طرحه تليه على اللي انا عملته ده. وكل ما نعطل نديها طرحه سودا. حرفيا الطرحه السودا لو بتتكلم هتقولي ارحميني، سيبيني بقى، سيبيني. بس طبعا مع اختلاف الطرح، يعني تول، شيفون، قطن، سوري بقى، حاجات كتير.